انه دار العجزة وبزيادة. انا مستحيل اعيش مع امي بس تكبر بالعمر، مش مضطرة ابدا. واذا يعني ابي صار كبير بالعمر، انا ليش بدي ضيع وقتي وحياتي عليهم بس يكبروا ويصيروا ختيرة؟ انا مني مجبورة غير لهم ثيابهم وحممهم واتحمل القرف بس يكبروا بالعمر، وما الي خلق اسمع حديثهم يلي رح ينعاد 100 مرة بالنهار. يعني ليش ما منفكر بمنطق؟ بجيب لهم ممرضة تهتم فيهم وتقعد معهم كل الوقت. ليش انا يلي بدي اتحمل النق والحكي والقرف كل الوقت؟ يعني واذا انا بنتهم هن يلي قرروا يجيبوا اولاد مش انا. بعدين في شيء اسمه دار المسنين، مرتبة ونظيفة وبيهتموا فيهم. انا بدي سافر، بدي اعيش، بدي اشتغل، ما فيني اربط حياتي فيهم وبكبرتهم. مش قادرة اكفي، مش قادرة اتحمل، ما كفي، مش قادرة اكفي هالحكي، ما بتحمل. لك الله ياخد من عمري ويعطيهم. عن جد معقول في عالم قلبها قاسي هيك؟ كيف؟ وقت سمعت صوت امي عم تبكي بوقتها فهمت انه ما حدا بيحبني وبيهمه مصلحتي قدها. ووقت شفت ابي عم يشيب وهو وبعده لهلا بيعتل همي وهم اخواتي لحتى نضل مبسوطين ومرتاحين، بوقت عرفت انه السند والظهر هي مش كلمة، عرفت انه السند هو بيي. انا لما وقعت كانوا امي وبيي هن يلي جنبي، هن يلي ما تركوني، هن يلي عتلوا همي. لو قد ما كان زوجك حنون عليك بس مثل حنية الاب لبنته غير، وحماتك قد ما كانت منيحة معك بس ما رح تكون مثل الام. ما في حدا بيعبي مطرح الام، مثل الام ما في. تعبوا علينا وسهروا ولكنسوا حالهم كرمالنا، والأغلبية بس يتزوج أو بس يسافر بينسى البيت يلي كبره وبينسى مين هن يلي عملوه رجال كبير. لما بتشوفي جوزك منيح مع أهله وأهله رضيانين عليه احمدي الله. يلي ما في خير لأهله ما رح يكون في خير لحدا، ولا حتى رح يكون في خير لألك. يمكن في أهل شوي قاسيين على أولادهم بس صدقوني هيدي القسوة بتيجي من بعد خبرة سنين هن عاشوها قبل. كل شي بيعملوه الأهل هو كرمال مصلحتكم، بيهمهم تعيشوا حياة أجمل من حياتهم، ولا بحياتكم تصدقوا إنه في حدا رح يحبكم أو يتمنى لكم الخير قد أمك وبيك. اشبعوا منهم، قضوا وقت كتير معهم، ولا بيوم تقول مشغول ويلا بعدين بشوفهم. ما بتعرفوا كيف الدنيا بتسرقهم بلحظة وبيصير كل شي ذكريات. اشبعوا منهم واحمدوا الله على وجودهم بحياتكم. هلا اليوم هني معكم وبيناتكم، يمكن بكرة لا.